هنا معانا زميلنا سعيد، هو لسه جديد معانا خالص. احنا هنعلمه الاول ازاي هناخد منه السلاح، وهو يدي ازاي السلاح احنا هناخده منه، وهكذا، وازاي يحيي بيه ويقف بيه ازاي. اولا من اداب السلاح ان انا ما ينفعش ان انا اقف بيه بالشكل ده. لو انا السنسي عندي بيشرح او حتى ما بيشرحش واحنا واقفين على التكامي او البساط، ما ينفعش ان انا احطه على الارض واسند عليه، اللي هي الحاجات بقى زي كده وكده وكده. ده ممنوع تماما، ممنوع تماما انك تعمل كده. من اداب السلاح بشكل سعيد، انا دلوقتي عايزه اسلمه السلاح، انا همسك السلاح بتاعي كده احيي، وهو برضه لما يجي يسلم لي السلاح هيحيي، فانا هستلمه منه. طيب لو انا واقف منتظر شرح او بتفرج على الشرح بتاع السنسي، ايدك الشمال قدام عشان ما تلخبطش، ايدك الشمال كده قدام، وهنمسك السلاح اللي هو الجو من النص، انا بتكلم عن الجو من النص، اقلب ايديك يتحط قدامك بالشكل ده. ده اثناء الشرح او اثناء التحيه في البدايه او في النهايه. يعني انا لو هشتغل انا وسعيد بالشكل ده، لو انا هشتغل انا وهو فانا هحيي كده والسلاح معايا، هيستوي سعيد. ممتاز. طيب هنشوف بقى دلوقتي زميلنا هل هو فهم اللي احنا قلناه ولا لا؟ ايه؟ لو انا دلوقتي واقف منتظر سنسي وهو بيشرح هنعمل ايه؟ شمال. ممتاز. وبعدين كويس جدا، واحطه في جنبي. طيب انا ودلوقتي انا وانت هنشتغل، يبقى وشك ليا والسلاح فين؟ في جنبك برضه الشمال. ده انا هنشتغل. اوكي؟ حي، وبعدين هنبتدي نشتغل مع بعض. ده كده اول حاجه او اول مسكه بالنسبه للجو. يبقى انا لو انا في حاله ان انا واقف منتظر شرح، لازم يبقى السلاح في جنبي الشمال وانا منتظر الشرح هو لما يخلص، او منتظر لما نيجي نأدي بالجو. بحيي زميلي قبل وبعد استخدام السلاح. يعني لو انا وهو ماسكين مع بعض، انا جو وهو جو، احنا هنحط الاثنين في الجنب كده ونبص لبعض ونحيي، وبعدين هنبتدي نشتغل سوا. ده بالنسبه للجو. بالنسبه للبوكينج، من اداب السلاح في البوكينج برضه نفس الكلام. لو انا منتظر السنسي بيشرح حاجه، فانا البوكينج طبعا احنا عارفين هنا في وجهين، في هنا اداه مش قاطعه يعني مش بتقطع، وهنا في عندنا النص. انا دايما في البوكينج امسك كده البوكينج بايدك الشمال من تحت، النص ناحيتك، النص ايه؟ ناحيتك، حطه جنبك الشمال. انا كده ماسكه بالطريقه اليابانيه المظبوط، انا واقف كده وحطه جنبي الشمال وماسكه منتظر الشرح. النص بيكون لفوق. ليه فوق؟ لان انا بعد كده لو انا لما هاجي اطلع السلاح بتاعي ده قدام واجيبه من ورا ظهري واروح، فانا كده النص هيبقى مظبوط على الضرب. فانا ما ينفعش ان انا اخلي النص لتحت، يبقى انا لازم النص بتاعي فين؟ لفوق. طيب لما احب احيي حد او قبل ما اشتغل برضه بيبقى نفس الكلام، بجنب الشمال واحيي زميلي وزميلي يحييه بنفس الطريقه. لو انا حتى منتظر السنسي بيبقى بنفس الطريقه دي. سعيد. هنا بقى في البوكينج في طريقه مختلفه في الاستلام والتسلم في السلاح. اولا لما اجي اسلمه لزميلي ما ينفعش ابدا النص يكون ناحيته، لان ده من علامه من علامات الغدر ممكن نشوفها ازاي. يجي هو يستلمه فانا اروح عامله له كده، فانا ما ينفعش ان انا اعمل ده ابدا. دايما النص ناحيتك انت، ناحيه صاحب السلاح. النقطه انت هتسالني سؤال، طب ما يمكن هو يعمل معايا العكس، يعني هو اللي يعمل ده. الطبيعي والصح ان انت مفيش حد بيسلم سلاحه لحد الا اذا كان واثق منه. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما باجي استلم البوكينج او اسلمه لزميلي، فانا هنا كده ما بقفلش ايدي عليه. يعني ايه ما بستلموش كده؟ لان المفروض ده عندك حاجه حاده، يبقى ما ينفعش ان انا ايه اقفل ايدي. فانا هنا اهو هيجي يسلموني، شكرا. اعمل ايه بقى؟ امسكه كده احطه بجنبي. انا كده في الحاله بتاعت ايه؟ ان انا منتظر الشرح لما يخلص، او لو هبتدي معاه شغل هحييه ونبتدي مع بعض نشتغل بالسلاح. ده كده بالنسبه للبوكينج. طيب هنيجي بعد كده للوقفات بتاعته والارتكازات، لكن في الجزء اللي بعد كده عندي بعد كده ثالث سلاح موجود معايا
سكينه، الطنط اللي هو الخنجر او الايه؟ السكين. طبعا يبقى دي نصب، يبقى دي ايه؟ نصب. الطنطو زي اي حاجه عندك حاده وقاطعه، لازم دايما لما بيجي بيضرب بره بيروح مخبيه مثلا ورا ظهره، مثلا نبص كده لبعض. لو انا عملت سيتي مثلا يمين، انا دي شمالي قدام، يبقى انت شمالك قدام. ممتاز. والرجل دي ورا دي، ما ينفعش ان انا اقف رجليا مفتوحه، لا انا دي ورا دي، وتبقى لو ضمتها تعمل حرف تي. ممتاز. اقف بقى براحتك احسن، يعني براحتك. لما باجي اضرب حد انا طالع من ورا داخل. داخل دي خلي بالك انت مش بتوصل لغايه هنا بس، انا المفروض رايح، فانا المفروض هعديه. بعد كده هنعلم سعيد ازاي ان هو يتفادى الضربات دي سواء جوه وبره الطرق بقى بتاعتنا بتاعت الرصيف، ازاي نقدر نتفادى ده. لكن كمبدئيا احنا بنتكلم دلوقتي عن اداب السلاح عشان ما نبعدش عنه. فالنص بتاعي وانا جاي بواجهه بيكون لفوق، وانا رايح بيكون لفوق. طيب ابقى ماسكه ازاي وانا مستني سنسي؟ لو انا هشتغل النهارده مثلا طنط، ابقى ماسكه ازاي؟ ابقى حاطه هنا عندي في الرقبه بتاعتي برضه ناحيه الشمال. انا منتظر وهو ناحيه الشمال ومنتظر. اوكي؟ هنحيي برضه مع بعض وبعدين نشتغل. تعالوا بقى نقول مع بعض اداب السلاح على بعضها. عايزه اقول قدامي كده. اداب السلاح: ما اعديش من فوقيه، ما العبش بيه، ما استخدمش السلاح في اي اغراض تانية غير التمرين بالسلاح. ما ينفعش ابدا ان انا اهين السلاح بتاعي، ما ينفعش ان انا اوجه سلاحي لزميلي بدون اي داعي. يعني انا دلوقتي واقف ما عنديش شرح، ما عنديش اي حاجه بعملها، فانا ما ينفعش افضل واقف اعمل له كده. انا احط السلاح في جنبي واستمع، او احط السلاح في جنبي وانتظر اشوف اللي بعمله. اوكي؟ طيب ما ينفعش ان انا ارميه، يعني ما ينفعش ان انا امسك البوكن او جو او اي حاجه او الطنط وارميهم على الارض، لا انا احطه باحترام واشيله باحترام. خلاص؟ دي كده تعتبر اداب السلاح. لما باجي استلم واسلمه لزميلي لازم احيي. لما قبل ما بشتغل قبل ما بخلص